سيرة بنوتة جميلة جدا وودودة جدا كانت بتفطر في يوم من الأيام وسمعت باباها بيقول: شفت الأخبار العجيبة؟ أدي نضارة بتقولك اللي قدامك بيكذب ولا لأ. وقعدوا يضحكوا، لكن سيرة اهتمت بالموضوع جدا ومسكت الجورنان وبصت فيه بتمعن وخدت اللينك وطلبت من عليه النضارة. وبعد ما طلبت النضارة الأوردر بتاعها وصل. استلمت الأوردر من المندوب وقفلت الباب وراها، وبعد كده دخلت الغرفة بتاعتها عشان تجربها. أول ما شغلت النضارة اندهشت من الإضاءة اللي بتطلع منها، وكان أول واحد تختبره أخوها. قالت لبد أخوها: أنت غسلت إيدك؟ قال لها: أيوة. قالت له: أنت كذاب. عبد الرحمن اتجنن وفضل يجري، ما كانش مصدق ان هي بتقول دي الحقيقة. وعرفت منين؟ وكان مش مصدق وكان منهار من كتر ما هي مش قادر يكذب عليها. وبعد كده عملت الاختبار التاني مع مامتها، قالت لها: الشوكولاتة بتاعتي انت اللي اكلتيها صح؟ وفضلوا هما الاتنين يضحكوا ضحك هستيري، وما كانتش مامتها مصدقة والبنت نفسها كانت مش مصدقة. وقفت من الشباك بتبص على اصحابها، اللي عليه علامة حمراء يبقى بيكذب واللي عليه علامة خضراء ما بيكذبش. اصحابها استعجبوا، ما كانوش مصدقين ان هي عندها الامكانيه انها تعرف ده، واصحابها بداوا يستغربوها وما كانوش مصدقين. لكن سيرة كانت فرحانه جدا، حتى صاحبها قال: انا جبت 10 من 10. قالت له: انت كذاب، وقعدت تضحك. الولد ما كانش مصدق. وبعد شويه بدات الامكانيات تزيد والناس بدات يبان عليها علامات من النضاره، حتى الميس بتاعتها بتقول لها: انت فيكي حاجه مش طبيعيه. قالت لها: لا انا عاديه خالص. قالت لها: سيرة في إيه؟ انا عايزه اعرف. وسيرة كان طالع فوقها هي كمان علامة عشان هي كانت بتكذب على الميس. بدأت أصحابها كلهم يتجنبوها ومحدش بقى بيحبها وبقت بعيدة عن الكل. وسمعت أصحابها بيتهمسوا كمان عليها وكانت حزينة جدا جدا جدا. رجعت البيت وبتبص للنضارة وبتقول إن المفروض إنها كانت تساعدني إن أكون مبسوطة. مامتها كلمتها قالت لها: التكنولوجيا مش وحشة لكن لازم نستخدمها صح، ما نزعلش مننا حد. وبعد كده حضنتها وطبطبت عليها وحست بحنان الأم وقد إيه مامتها دعمتها، وقررت ترجع سيرة لحياتها الطبيعية وما تلبسش النضارة تاني. وبعد كده أصحابها استقبلوها وكانوا فرحانين جدا بيها، ورجعت تاني جميلة وفرفوشة في وسط أصحابها وكانوا مرحبين بيها جدا جدا، وكانت قاعدة في وسطهم مبسوطة ومستمتعة. ورجعت تاني تذاكر وكتبت إن الصدق أهم حاجة. وبعد كده هو باباها دخل عليها. لما باباها دخل عليها بيقول لها: البنوتة الحلوة رجعت شطورة؟ قالت له: أيوة يا بابا. وبعد كده سيرة نامت وكانت في قمة سعادتها إن هي رجعت تاني تكسب كل اللي بيحبوها. وإلى هنا تكون خلصت قصتنا. لو عجبتك القصة ما تنساش اعملوا لنا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان تشوفوا باقي مغامراتنا يا أصحابي. باي باي.